born alone and you die مشاهدينا alone. المحترمين اينما كنتم في كل مكان، مرحبا اهلا وسهلا الى ربع النهائي الاول لكاس افريقيا للاعبين المحترفين. طبعا لا يمكن الدخول مباشره في وصف مباراه تلعب فيها الجزائر ويعزف فيها النشيد دون ان نتوقف عنده لنتذكر وايضا لنذكر لمن لا يعرف بان عزف النشيد الجزائري قسما في ملعب نيلسون مانديلا في هذه الاجواء يجعل المشاعر ويجعل الجوارح ويجعل القلوب والنفوس وحتى العقول تهتز عندما يكون هذا الجمع بين واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين وواحد من أكبر زعماء ثورات التحرير والعزة والكرامة نيلسون مانديلا الذي رافق ثوار الثورة الجزائرية سنة 61 والتي قال عنها آنذاك أنها جعلت منه رجلا سجن بعدها. السلام عليكم. نشكر القائمين على هذه الدورة الرائعة اللي قاموا بتنظيم هذا الاجتياز. ربي يحفظهم إن شاء الله وربي يسترهم، ونتمناو أنها تتعاود أكثر من مرة، ونتمناو أنه تمر في أجواء أخوية وأجواء حميمية، لأن احنا كامل أخوة نمثلوا شباب وناس الغروس. ونشكركم وربي يوفق الجميع ان شاء الله. ودية. على فكرة نشيد قسما الذي تهتز له أفئدة الجزائريين وكل محبي الجزائر الذين يقدرون تضحيات شعبها هو نشيد يعبر فعلا عن نغمة الثورة الجزائرية، ثورة المليون ونصف المليون شهيد كتبه شاعر الثورة المرحوم مفدي. السلام عليكم. هذه المبادرة طيبة، نشكر جميع المشرفين الذين أشرفوا على هذه الدورة لم شمل أبناء الغروس. مبادرة جميلة إن شاء الله، نتمنى أنه تتكرر ويكونوا كثير من هذه المبادرات. ونشكر السيد قادة عياش الذي يغطي الحدث دون كلل وملل، وتحية الجميع. أولا قبل ما نهضر على الدورة نثمن ما تقوم به أخي قادة من مواكبة هذه المناسبات وإيصالها إلى المتتبعين الكثر والذين يزدادون يوما بعد يوم. وهذه الدورة هي دورة نظن أنها ناجحة لحد الساعة، رغم بعض العراقيل مثل عدم الانضباط بالقوانين. وأتمنى أن تعود الكرة وتكون دورات قادمة إن شاء الله. شكرا، صح، ربي يحفظك.